مزيد من التفاصيل معنا من القدس أحمد دراوش. أحمد، ما آخر ما يتم تداوله بخصوص عملية الطعن في تل أبيب الآن؟ مغربي ينفذ عملية طعن في تل أبيب. بحسب المعلومات التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المنفذ من أصول مغربية، مواليد العام 95، يحمل الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة بالأحرى في الولايات المتحدة. دخل إلى البلاد كسائح قبل 3 أيام. من غير الواضح مكان إقامته في تل أبيب، والشرطة الإسرائيلية تشتبه باحتمال وجود منفذ آخر شريك في هذه العملية، لأنه بحسب الكاميرات في المحال التجارية في هذه المنطقة التي وقعت فيها العملية، فإنه جاء على دراجة نارية كان خلف شخص آخر أوصله إلى هذه المنطقة. ومن غير الواضح من هو الشخص الآخر، وإن كان يعرف بنيته تنفيذ هذه العملية أو لا. العملية وقعت في منطقة نحلات بنيامين في مدينة تل أبيب. هذه المنطقة معروفة بوجود مطاعم وأماكن للترفيه فيها. اقترب من هذه الأماكن، بدأ بتنفيذ عملية طعن، وجندية إسرائيلية أو مجندة إسرائيلية في حرس الحدود بالأحرى كانت في عطلة خارج ساعات الدوام تحمل سلاحا، هي من أطلقت النار على هذا المنفذ. الشرطة الإسرائيلية تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة وفي المناطق المجاورة. الشرطة الإسرائيلية تدعي أن الحدث لا يزال مستمرا، لأنها تعتقد أنه باحتمال وجود إصابات أخرى، أو تفحص احتمال وجود إصابات أخرى في مناطق قريبة، لأن المصابين عثر عليهم في موقعين، فبالتالي هي تخشى وجود موقع ثالث في المنطقة القريبة. هذه العملية الثانية في تل أبيب خلال أيام معدودة. يوم السبت الماضي كذلك وقعت عملية طعن في تل أبيب أدت إلى إصابة إسرائيلي بجراح بالغة الخطورة. والمعنوي، وتلقينا ولا زلنا نتلقى في كتائب القسام ملايين رسائل الدعم والإسناد والتأييد، بل والتحرك للقتال معنا، وطلبات الانخراط والتجنيد في أي جهد ممكن مضاد للعدو من كل شعوب أمتنا بلا استثناء، من شعوب الخليج العربي شرقا، وحتى شعوب المغرب العربي غربا، ومن كافة شعوب أمتنا الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا.